هو انا حاسه ان ده برضو ممكن تكون معلومه مغلوطه شويه، انه احنا يبان ان احنا عارفين احنا عايزين ايه، بس احنا من جوه في كركبه كتير قوي. ممكن نبقى في فكره واحده متمسكين بيها هي اللي مخليانا باينين احنا عارفين عايزين ايه يعني. فالفكره دي هي اللي بنفضل شغالين عليها فتره، ممكن تنجح وممكن لا، يعني في ناس بتصيب معاهم وناس لا، بس فالوقت هو اللي جينزي الجيل اللي بيتقال عليه انهم متهورين ومش بيحبوا الالتزام، لكن هل دي حقيقتهم فعلا ولا احنا اللي ظالمينهم؟ عشان كده النهارده في حلقه بودكاست مشوارها هتكون معانا سلمى من الجيل ده، بنت ليها تجربه ورؤيه مختلفه. هنتكلم معاها عن تجربتها وحلمها ورؤيتها، وليه هم جيل مختلف وايه الافكار المغلوطه عن الجيل ده، عشان نقرب وجهات النظر بين جيلنا وجيلهم. يا سلمى، اهلا يا سلمى. ازيك يا نهى، ايه الاخبار؟ الحمد لله. احب تعرفي نفسك ازاي؟ انا اسمي سلمى، عندي 25 سنة. اتخرجت من كلية تربية طفولة مبكرة، وبشتغل في فيلد ليه علاقة بالإديوكيشن والديفلوبمنت، باختصار يعني. انت خريجة تربية، ليه اخترتي المجال ده اصلا؟ والله وانا ما اخترتوش، هو ده التنسيق هو هو اللي اختارني حطني في في الموقف ده يعني. انا ما كنتش متخيله ان انا اشتغل مدرسه عموما في اي يوم من الايام يعني وانا صغيره او كده. بس لقيت نفسي اتحطيت في ده. انا كنت عايزه اشتغل حاجه ليها علاقه بالانجلش، يعني اكون مدرسه انجلش او اي حاجه ليها علاقه بالانجلش عموما. بس لقيت ان الكليه فيها قسم انجلش، فدخلت الكليه لقيت ان احنا بندرس المواد بالانجلش، لكن يعني ما فيش اي حاجه نعملها في الانجلش نفسه، فجت كده يعني. انا عارفه انك عندك براند اسمه سلموتيف، احكي لنا شويه على البراند ده. اوكي، هي سلموتيف فكرة جات لي يعني في 2020 تقريبا، في الفترة بتاعت كورونا واحنا قاعدين في البيت وكده. هي الفكرة كلها ان انا في فترة من فترات حياتي كان في ناس كتير قوي بتقول لي انتي بتعرفي تتكلمي بطريقة ايجابية، بتدي طاقة ايجابية للي قدامك وبتعرفي تنصحي. ف... فحسيت ان انا محتاجة استغل ده بان انا يعني يبقى للناس كلها مش للناس اللي حواليا بس. فبدأت اكتب بوستس على بيج، عملت بيج وسميتها سلموتيف في برين ستورمينج سيشن مع نفسي كده. وبدأت أكتب بوستس تقريبا بشكل أسبوعي عن الحياة عموما والتجارب المختلفة يعني اللي بشوفها قدامي. لقيت إن الموضوع جايب تفاعل كويس من الناس اللي حواليا، فكملت شوية في البوستس، وبعدين بدأت إن أنا أعمل فيديو وبس. لقيت الموضوع ماشي كده يعني. بس دلوقتي فكرة سلموتيف اتحولت شوية يعني عن الأول. بقت ايه بقى؟ يعني انا شفت حاجات او سمعت بودكاست بتعمليه حاجات للبيرنتنج بطريقه تمثيليه شويه، فاحكي لنا اكتر عن أيوة. الحته دي. انا في نص الطريق كده اكتشفت ان انا بحب الفويس اوفر قوي، فبدات ان انا برضو اعمل حاجات ليها علاقه بالامومه والاطفال وكده، علشان ده ريليتد بالمجال بتاعي اصلا. انا وانا في الكليه، على الرغم ان انا ما كنتش بحبها في الاول، بعدين اكتشفت ان انا لا، الاطفال دي حاجه مش زي ما الناس فاكرة. هي ناس كبيرة عادي، عندهم عقل كبير وبيفهموا، ويعني بيعرفوا يمثلوا كويس قوي علينا يعني. عشان كده هم أطفال، لكن هم مش ناس مثلا ما بتفهمش أو لا لسه خالص. صغيرين أو كده، لا خالص. فحبيت ان انا اوصل ده للناس من ناحية، ومن ناحية تانية برضو حسيت ان انا عايزة اغير فكرة التربية في مصر. يعني عارفة ان دي كلمة كبيرة قوي، بس مهمه بس قوي. بالظبط. يعني احنا اتجرب فينا كتير قوي، فحاسه ان انا عايزه امنع ان ده يحصل بقى تاني. وانه لو في حد بيقول للناس والبيرنتس بتوع الجيل ده عموما يعمل ايه مع اولاده، الدنيا هتبقى اسهل شويه في التعامل ما بين البيرنتس واولادهم يعني. بس انا دايما بقول يعني احنا دايما بنذاكر لما نكون رايحين انترفيو او رايحين اي حاجه مهمه. لما نبقى اب وام بقى لازم نتحضر لاهم فتره في حياه ولادنا دي. معانا ارواح بني ادمين سواء في المدارس او في البيوت يعني. سلموتيف الاسم جه منين؟ اسم حلو على فكره وكاتشي قوي الودن، جه منين؟ هو جه زي ما قلت لك في برين ستورمينج سيشن مع نفسي كده. كنت ماسكه نوت بوك وقلم وقاعده بجرب ممكن نسمي البيج دي ايه علشان تبقى معبره عن اللي انا بعمله، وفي نفس الوقت ليها علاقه بيا، فتبقى برضو مش منتشره او صعب انها تتعمل او صعب انها تتلاقى يعني. فلقيت ان سلمى وموتيفيشن لو شلنا او دمجنا حروف مع بعض هتبقى سلموتيف. فاتبسطت قوي انها جت كده وثبته بقى خلاص يعني. طب خلينا نلعب شوية ونتكلم بصراحة أكتر يعني. أوكي. إحنا في أفكار يعني أنا من جيل الثمانينات والتسعينات، فدايما بقى واخدين أفكار كده عنكم عن الجنزي
ما تاخديهاش بشكل شخصي يعني. واحنا بقى عايزه يعني نصلح بقى ده، وتقولي ايه الافكار الصح وايه الافكار المغلوطه يعني. اوكي. احنا او متعارف على جيلكم ان هو شخص، ناس ما بيحبوش الالتزام، متسرعين جدا جدا جدا، ما بيفكروش وبطق بياخدوا خطوات على طول. والله يعني هو انا ما بحبش التعميم عموما في طبعا حاجه زي كده. طبعا. اكيد يعني زي ما في جين زي كده، في الثمانينات، في السبعينات، اكيد في كل يعني فئه عمريه ليها ناس كده وناس كده. بس احنا الدنيا عندنا اسهل شويه، يعني ممكن نكون ما بنفكرش كتير في القرار. في حاجات كتير بتساعدنا دلوقتي ان احنا ناخد القرار. انا لو دخلت على الفيسبوك وكتبت في اي جروب مجرد كيورد عن المشكله، هلاقي مليون واحد مر بنفس الحاجه اللي انا عايزه اعملها او المشكله اللي انا فيها. فبالتالي هلاقي في ناس كتير مرت بده، وفي ناس بتنصح بحاجات كويسه وحاجات وحشه، فهيبقى سهل بالنسبه لي ان انا اخد القرار. وقت ما انتوا كنتوا موجودين ما كانش فيه طبعا الوسائل دي كتير زي دلوقتي، فيمكن كنتوا بتاخدوا وقت اطول في القرار كتير. فطلعتوا بقى في رزانة اكتر عننا يعني. بصي يعني ما اعرفش بتعملوها ازاي، بس فكره مش فكره بس الحاجات موجوده وسهله تدوري عليها، بس فكره انه جيلي انا مش هقول برضو كله، بس معظم الناس اللي من جيلي عندهم مشكله ان احنا نطلع بره الكومفورت زون او منطقه الامان. يعني بناخد وقت، ممكن ناخد سنين عشان ناخد قرار او نطلع بحاجه بعيده عن المألوف. انتوا ما فيش الحته دي، بتعملوها ازاي؟ مفيش قلق ولا توتر ولا بطننا تكركب؟ في كل ده. احنا اكتر جيل اصلا معروف عنه، او في نسبه كبيره قوي هتلاقيها عندهم انكزايتي اتاكس بتيجي وحاجات بقى ليها علاقه بالتوتر والاوفر ثينكينج. طبعا ده يعني الكلمات اللي احنا اخترعناها برضو. فالحاجات دي كلها من عندنا موجوده عادي. بس يمكن بنتعلم منكم بقى في حته انه بدل ما ابقى في كومفورت زون او في حته معينه قافل على نفسي وما فيش تجارب، لا انا عايز اطلع بره واشوف في ايه. طب ما ابقى انا اول واحد اعمل ده والاقي بقى ان الدنيا خلاص مشيت في الحته دي، هشجع غيري ان انا بقى اخد القرار وهكذا يعني. فلا يعني حاسه ان احنا بنتعلم منكم بقى في حته الكومفورت زون دي يعني بالعكس يعني. احنا بالعكس، انا حاسه العكس، احنا اللي بنتعلم منكم. طب حته زي ما بتقولي الاوفر ثينكينج والامراض النفسيه، انا بحس برضو انه جيلكم واعي قوي للحته دي. يعني احنا برضو بعد ما عانينا بقى ووصلنا للثلاثين والاربعينات ابتدينا نفهم انه في مشاكل نفسيه عندنا نتيجه لحاجات قبل كده حصلت لنا سواء في الطفوله او لما كبرنا. انتوا عندكم وعي بالحته دي اكتر مننا في بدري يعني، هتلحقوا ان شاء الله تعالجوا الموضوع. يعني خليني اقول لك برضو ان في حاجات كتير ساعدت برضو في ده، يعني نظرا للحاجات اللي انتوا عديتوا بيها. فبقى في ناس بتبدا انها تنصح الناس الاصغر منها او عموما. الدراما كمان ساعدت في ده، يعني مثلا مسلسل زي خلي بالك من زيزي مثلا، ده حاجة طلعت عرفت ناس كتير قوي يعني ايه ADHD مثلا. ناس كتير بدأت تكتشف نفسها. ما يعني اعتقد ان أمينة خليل برضو في نفس الجيل الثمانينات او كده، فطبيعي ان ده أثر عليها في حتة قرت اكتر، فقررت انها تعمل الشخصية دي وتوصل للناس كلها. ده في ناس كتير عندها نفس الصفات دي، طب ده ايه؟ فبنبدأ ندور، نبدأ نعرف، فخلاص بقى بدأنا ان احنا نعالج نفسنا بنفسنا. انتشرت اكتر فكرة الثيرابيستس برضو دلوقتي طبعا. فيعني ده عمل وعي شوية يعني كتير دلوقتي بصراحة. برضو من ضمن الافكار وصلحها لي برضو ان انتوا مش ملتزمين، ما بتحبوش يبقى عندكم مواعيد ثابته في الشغل، بتحبوا اكتر تبقوا فريلانسنج اكتر، او ان هو في حريه اكتر، او تشتغلوا ريموتلي. وساعات بنحس ان كلكم محتاجين تبقوا اصحاب بزنس ورائدات اعمال، مالكوش في اللي هو الوظيفه بمعنى اصح، مواعيد عمل ثابته، مرتب اخر الشهر، مدير فوق راسنا. والله يعني ممكن يبقى في نسبة كبيرة فعلا مننا بنعمل ده، بس ما اظنش ان في حد بيعرف يعمل ده غير لو في يعني فرصة كعيلة مساعدة ان هو يعمل ده. لكن حاسة ان معظم الناس لا، مش بتتجه لده بسهولة. ممكن في الاول يبقى فيه فول تايم جوب اجيب منها الاول عائد مادي، وبعدين ابدا بقى افكر في البيزنس الخاص بيا. بس الفتره دي كلها بتكون مجرد تفكير. يعني زي مثلا انا بقالي كتير بفكر ان انا تبقى اقوم سالموتيف ازاي واخليها تنتشر ازاي وهكذا، بس مش عارفه اخد الخطوه بسبب ماديات، بسبب افكار مش عارفه انفذها، بسبب طبعا ان محتاجه ناس معايا اكتر، حد يفكر معايا يساعدني انفذ ازاي كل ده. فلا بصراحه يعني بالنسبه لي مش شايفه ان احنا مش بنحب الفول تايم جوب والالتزامات وكده، على قد بس ما في حاجات بقى جوه الحاجات دي بتخنق.
يعني مثلا انا ليه اشتغل في مكتب طول الوقت 5 days a week 8 hours وكده، وانا عندي الفرصة ان انا اشتغل في البيت طول ما انا مش بتعامل مع مثلا عملاء او حاجة تجبرني ان انا افضل في المكتب او كده. مش لازم تنزلي فبالظبط هي الريستريكشنز دي اللي بتخنقنا شويه، اللي هو خلوا الدنيا سهله كده هنبقى كويسين معاكم، هتلاقوا مننا شغل وكل حاجه يعني. واعتقد ان شركات كتير بقت بتتجه لده دلوقتي، يعني منهم بصراحه الشركه اللي انا شغاله فيها 1 day working from home او 2 days، فبتبقى flexible شويه في الحته دي يعني. بس فيمكن بس في جيلنا فترة الكورونا كمان عرفتنا فعلا انه مش لازم نبقى في مكتب او التزام بمواعيد. وعرفتنا احنا برضه يعني ما دام الشغل مش محتاج فعلا ننزل. على فكره احنا لو صحاب شركات هنوفر كهرباء وكل حاجه وهنريح الناس، بس المشكله الناس تبقى ملتزمه. هي فكرة ان فعلا التزام الناس، معظم الناس مش بتلتزم، او مش معظم عشان ما بقاش ظالمة للناس كلها. في ناس كتير مش بتلتزم بانه طب ما انا نايم دلوقتي بقى خلاص بالليل ابقى اشتغل. في بصراحة شغلانات ما بتبقاش مستدعية انه لا لازم ان انا اقوم اخلص شغل في وقت معين عشان بتعامل مع دول تانية او ايا كان. فهي بس في كونفليكت في الحتة دي ما بين شركات وشركات او ناس وناس يعني، بس ما نقدرش برضو نعمم الفكرة. اكيد برضو من الافكار. وصلحي لي على الجنزي ان انتوا ما بتحبوش النقد وشايفين ان انتوا صح في كل حاجه، وانه احنا مش فاهمين اي حاجه فما تتكلموش، احنا اللي فاهمين كل حاجه. هتكلم من وجهة نظري في الموضوع ده. براحتك خالص. يعني it's about الطريقة. طريقة النقد دي عاملة ازاي؟ انا لو قدامي 2 حد بينصحني بنفس الحاجة عادي، بينصحني على نفس الشيء، بس حد بيقول لي بطريقة أنا متقبلاها ويعني فيدباك تكنيك كده لذيذة أنا أتقبلها، وحد تاني بيقول لي نفس الحاجة وبرضه خايف عليا وكل حاجة، بس بيقولها لي بأسلوب أنا شايفاه هجومي شوية أو ليه يعني في تهديد أنا مش فاهماه منين جاي. طبيعي إن أنا مش هتقبلها منه. فأنا حاسة إن معظم الناس الأكبر مننا سنا بتستخدم التكنيك الغلط. العكس، ان احنا اللي فاهمين مش انتوا. بالظبط كده. فاللي هو انا اكبر منك، انا عارفه اكتر منك في الخبره، انا تعرضت لحاجات اكتر منك في الحياه. الكلام ده مش بيقنعنا بربع جنيه. لا يعني عادي، انا كمان ممكن يبقى ليا تجربه مش لازم اكون حكيت عنها، بس عندي وجهه نظر مختلفه في حاجه زي كده، فطبيعي ان انا ما كنتش متقبل النقد في الحته دي. واي حد على فكره مش هتقبل نقد لما يقولوا لازم تعمل ولو ما عملتش ما اكيد. بالظبط. هي يعني كده اللي هو هنا الناس الاكبر منكم انتوا مش بتتقبلوا منهم بالطريقه بالزبط. دي، واحنا كمان مش بنتقبل. والعكس برضو حصل، يعني احنا كنا في جيلنا بنتعرض برضو لانتقادات، انتوا مش فاهمين حاجه، انتوا فشله، انتوا مش نافعين، كلنا تعرضنا للحته دي. بس فكره ان احنا بنعمل كده كمان معاكم، هو ده الغريب. هو انا حاسه ان ده طبيعي يعني، عشان انا خدت من ده وانا في فتره ما اتعرضت لده، فانا في اللاوعي انا هعرض اللي تحتي لده كمان. ف يعني في السبكونشس مش بنبقى حاسين بيها يعني. وساعات بتتقال هي بحب بس الطريقه هي اللي غلط، يعني ممكن اكون خايفه عليكي قوي عشان انا مريت بنفس التجربه فخايفه تقعي في نفس اللي انا عملته، فبتبقي من كتر حبك الطريقه غلط، الاسلوب غلط. ده حقيقي فعلا. فلو الناس بس حسنت طريقتها في النقد والنصيحه، حاسه ان الدنيا كلها تتغير عادي. برضو من ضمن الافكار المتاخده عن جنزي، وصلحيني مع ان الفكرتين عكس بعض تماما، ان انتوا بتحبوش تطوروا من نفسكم، ان انتوا عارفين كل حاجه، والعكس انه بالعكس انتوا جيل اتولد في التكنولوجي وكل حاجه انترنتهم متاحه وبتجيبوا المعلومه كده، فمش محتاجين تقعدوا تدرسوها السنين. اوكي، بس يعني مش عارفه بصراحه. هو تطوير النفس ان انا اتعلم حاجات جديده، فممكن يبقى it's برضه about الواي ان انا بطور بيها نفسي بالنسبه لك. يعني ممكن تكوني انت شايفه ان دي مش يعني انت كده مش بتطوري نفسك عادي، بس انا من وجهة نظري لا، انا بتعلم حاجة جديدة، ممكن تكون البروسيس بطيئة شوية فبالنسبة لك مش مقنعة، فممكن تكون دي الحتة يعني الفرق يعني ما بيننا. لكن ممكن برضو علشان الجيل ده متعود ان تطوير النفس بقى كورسات ونقعد بقى نشوف وندرس ونعمل. احنا ما بنحبش التعليم اللي هو كده، اللي هو بيبقى زي المدارس او الدروس والكورسز وكده. دلوقتي الموضوع بقى يعني ألطف بكتير، انه في سيلف education دلوقتي. ممكن افتح فيديو في اي وقت اتفرج عليه، اتعلم حاجة جديدة، اسمع كلام، اروح اعمل حاجة بنفسي، workshop او حاجة. فكل ده برضو اختلاف اجيال يعني. طبعا. طب انتوا كجنزي شايفين جيلنا شايفكوا ازاي؟ هل ظلمناكوا في حاجات كتير؟ اكيد بعد اللي قلته ده كله اكيد ظلمنكوا يعني، بس انت شايفيننا ان ظلمنكوا؟ مش فكرة ظلم، هي بس وجهات نظر مختلفة يعني.
ممكن يبقى ظلم بصراحة. بس احنا شايفين ان انتوا شايفيننا ازاي، شايفيننا ناس متهورة، مش متحملين مسؤولية، يمكن بسبب برضو موضوع المواعيد والالتزام وكده. بس انا حاسة انه مع الوقت ده هيتم اثبات عكسه يعني ان شاء الله يعني. بص انا مقتنعه بحاجه انه جيلكو شاطر جدا جدا في حاجات مم. اشطر مننا بكتير، جرأة اكتر، بيجرب حاجات، التكنولوجي مساعداه جدا في كل حاجه. جيلنا برضو عنده حاجات، مهارات كتير كويسه وعنده الخبره، فحاسه ان احنا بس محتاجين نقف في حته في النص، وشايفه لو بالظبط. اشتغلنا مع بعض هنطلع حاجه تحفه. ده حقيقي. بس الفكره ان احنا نفهم بعض او نوصل لنقطه، لانه اكيد هيبقى فيه اختلافات بس نعرف نختلف ونقف في حته في النص يعني. طب انتوا شايفيننا ازاي؟ وبراحتك قولي اللي انت عايزه، خبطي براحتك وانا عماله اخبط من والله هو انا كسلمى شايفاكوا ازاي دي صعبه شويه، او احنا كجيل برضو، لان مش عارفه يعني عادي ناس، بس ممكن تكونوا قدام شويه عننا، او التكنيكس بتاعتكم اقدم شويه، فمحتاجين ابديت بس كده. بس شايفه حاجه تاني بس كده. شايفه انا مثلا جبنه شويه، مش جرأة زياده. ما تعودتوش تبقوا بتستيب اوت اوف الكومفورت زون، أصلاً. وما تعودتوش ان انتوا تبقوا بتاخدوا ريسكس. احنا بنحب ناخد ريسكس انتوا قوي يعني زي عنينا. احنا فعلا بناخد وقت. انا فاكره انتوا كمان ميزتكم في حاجه، انتوا عارفين عايزين ايه بدري قوي. ده حقيقي ما شاء الله يعني انا عشان اعرف انا عايزه ايه كان في الثلاثينات، وعشان اخد خطوه كان في نص الثلاثينات. ايوه. وابتديت اكتشف نفسي في الثلاثينات ولحد ما وصلت للاربعينات، وطول الوقت بكتشف. بس انتوا عارفين بالظبط انتوا ايه اللي انتوا لاقيين نفسكم فيه وحابين نفسكم فيه وبتشتغلوا عليه من بدري قوي، فانتوا سابقين. هو انا حاسه ان ده برضو ممكن تكون معلومه مغلوطه شويه، انه احنا يبان ان احنا عارفين احنا عايزين ايه، بس احنا من جوه في كركبه كتير قوي. ممكن نبقى في فكره واحده متمسكين بيها هي اللي مخليانا باينين احنا عارفين عايزين ايه يعني. فالفكره دي هي اللي بنفضل شغالين عليها فتره، ممكن تنجح وممكن لا، يعني في ناس بتصيب معاهم وناس لا، بس فالوقت هو اللي بيثبت بقى حاجه زي كده يعني. في عنده ولا مفيش؟ كتير. في كتير الصراحة يعني. دي تقريبا الصفة المشتركة ما بين الجيل كله يعني. بس ده بيرجع للتربية برضو للأسف يعني. النظرة اللي بشوف بيها مثلا الأبهات والأمهات بيتعاملوا بيها، هم بيعندوا مع أولادهم، فبالتالي الطفل بيطلع عنيد. فلا تلومن الا نفسك في حاجه زي كده يعني. جيلنا برضو كده، ما كانوا بيقولوا علينا احنا عندنا عنده برضو، لان برضو كان معظم التربيه في المدارس وفي البيوت كذا، كله تعليمات، مفيش وقت ان احنا نكتشف حتى احنا محتاجين ايه او ايه الاحتياجات بتاعتنا. ده حقيقي فعلا. فواضح ان هو كل الاجيال بيبقى عندها نفس المشاكل، بس ردود افعالنا مختلف. مظبوط. لان حتى بيبقى اتنين في نفس البيت متربيين نفس التربيه، كل حد طالع بشخصيه وردود افعال مختلفه تماما. ده حقيقي 100%. فواضح ان احنا الاثنين عندنا نفس المشاكل برضه، بس كل حد بياخد ردود افعال ممكن تبقى بنسب كمان متفاوته شويه. طب انتوا الجين زي كجيل محتاجين مننا احنا ايه كجيلنا الثمانينات والتسعينات؟ ايه اللي انتوا محتاجينه منا؟ زي ما انتي قلتي ان احنا نقف على common ground فعلا، ونشوف النواقص هنا ونواقص هنا ونكملها لبعض. يعني في حاجات انتوا بتعرفوا تعملوها كويس جدا، حاجات بنعرف احنا نعملها حلوة قوي، فليه ما نتجمعش بقى في الحتة دي يعني؟ ليه نبقى احنا وانتوا؟ ليه ما نبقاش كلنا مع بعض؟ بالظبط، احنا كلنا حاجة واحدة يعني. فحاسة ان ده لو بدأنا ان احنا نشتغل عليه فعلا هيفرق قوي معانا يعني كلنا. طب خلينا نرجع للبراند بتاعك سالموتيف شوية نتكلم عليه. وكنت متخيلة انه الدراسة بتاعتك في التربية والباشن بتاعك ممكن يتحول لبراند، ولا ما كنتيش شايفة ده؟ يعني لو رجعنا كده اول ما كنت في الجامعة اصلا كنت متخيلة ده هيبقى براند انا كنت اصلا عايزة احول من الجامعة. اوكي، ما انت دخلتيها صدفة او يعني جاتلك في التنسيق؟ انا دخلت لقيت فيه حاجات بنعملها بايدينا وتولز وإديوكيشنال جيمز وحاجات. انا عمري ما عملت حاجة زي كده يعني. انا مش فنانه عشان اقعد اقصقص والزق والون وكده، فحسيت ان الموضوع كبير عليا قوي. يعني في يوم كنت رايحه خلاص بقى الشؤون اسال على التحويل، لقيت انه سبحان الله في السنه بتاعتي كان مقفول التحويل. فحسيت انها اشاره من ربنا انه لا انت هتقعدي هنا. فكملت بصراحه، وواحده واحده عرفت بقى اهميه وجودي في المكان فعلا، انه لا انا بزرع جوه الناس دي بذرة هتفضل معاهم العمر كله. فليه بقى انا ما كنش فعلا سبب في الاطفال، ان انا اساعد الاطفال واساعد اللي بيربي الاطفال انه يكون الدنيا احسن.
والمميز في سلموتيف يعني انه انا مش بخاطب الامهات بس، انا بخاطب الامهات والابهات، لانه الاتنين دورهم مهمين. واحد بالنسبه لي. يعني بيقولك الام هي الاساس، لا الاتنين هما الاساس. يعني عندنا في جيلنا برضو مشاكل كتير جدا جدا بسبب غياب الأب أو دوره، إنه مش بيبقى مستوعب فكرة وجوده. يعني هو نفسه ككائن مش عارف إن هو وجوده مهم. لا، فأنا بقى بخاطب الاتنين، مش الأم بس. هو للأسف روتين الحياة والسترس اللي الحياة عاملاه مخليه خلاص الناس بتجري طول النهار، وبالذات الأباط هم المصدر الفلوس كلها. ده حقيقي. فهو شايف إنه بيعمل دوره هنا، فالأم هي اللي بتشيل كله ما له علاقة بالولاد والبيت والحتة دي. مظبوط. بس مؤخرا بقى موضوع متساوي شوية، ان البنات بتشتغل والرجالة بتشتغل. فخلاص مفيش حجة، احنا الاتنين لازم نعرف دورنا كويس قوي، او على الاقل ما نبقاش لو مش شايفين ان احنا قادرين ان احنا ناخد خطوة ان احنا نخلف دلوقتي، خلاص يبقى نجهز الاول كويس قوي قبل ما ناخد الخطوة دي نفسيا، ونقرا بقى كويس ونتثقف، وبعدين نبقى عشان ده بيقولوا هو كل ده. الناس ممكن تبقى امهات وابات، بس الحقيقه لا. بالزبط. يعني تمام كلنا اتربينا، بس كم واحد طالع من غير مشاكل وعقد نفسيه؟ بالظبط كده. طب بتحلمي ايه الموتيف؟ يعني ايه البلانز او الخطط اللي انت حاطاها؟ انا يعني احكي لي انت واقفه فين ونفسك مثلا خلال ال5 سنين جايه توصلي لايه؟ اوكي، انا واقفه بعيد قوي لسه. انا ما عملتش اي حاجه، وده حقيقي. يعني لسه البيج صغيره خالص، ولسه مفيش ناس كتير تعرف غير الناس اللي حواليا. فطبعا خلال ال5 سنين الجايه ان شاء الله ناويه ان ده يبقى expanded بطريقه ما، يعني انه نتعرف اكتر. يعني ناويه ان انا اشغل معايا ناس اكتر، ناس بثق فيها، وناوية انه تكون سلموتيف في كل بيت. ده الخطة بتاعت ال5 سنين الجاية ان شاء الله. يعني ما يكونش فيه نيو بيرنتس طالعين غير وهم عارفين سلموتيف وبتساعدهم في حياتهم، يعني ان شاء الله. تقدري تاخدي حد معاكي في التيم من جيل الثمانينات ولا لا؟ طبعا. اعتمد عليهم في الحتة الفاينانشال عشان احنا بنضيع خالص يعني. بس يعني لا طبعا هستعين بيهم اكيد. ان شاء الله توصلي لكل ده ان شاء الله. قولي لي ايه اكتر ايموجي بتستخدميه في الشغل او في حياتك بقى؟ اوكي. ده سؤال جميل قوي. هو انا في ستيكر مش ايموجي. الايموجي اللي بستخدمه يمكن لا، بستخدم كل الايموجيز عادي، بس اكتر ستيكر بستخدمه في الازمات دايما ستيكر ليا كده وانا طفله بعيط. اوكي. ده معروفه بيه يعني. بس فلا يعني حوار اصلا ستيكرز ده جميل قوي. وجيلكم بالذات بيحب الحاجات دي. بالظبط. انا عامله باك ليا وانا صغيره ستيكرز ليا انا بس كده. اوكي. طب امتى لقيتي نفسك؟ زي ما كنت بقولك احنا جينا، يعني انا لقيت نفسي مثلا في الثلاثينات، بدأت اكتشف رحله طويله انا عايزه ايه خلال سنه 30، وعشان احققه خدت مثلا 10 سنين لحد ما اوصل ل40. دلوقتي خلاص انا ماشيه بخطوات لا هتبقى الكومفورت زون، ما بقتش بخاف كل الحاجات دي. زي ما اتفقنا، او انا الفكره اللي عارفينها عنكم ان انتوا لاقيين نفسكم بدري وعارفين انتوا عايزين ايه كويس قوي. فامتى حسيتي انك لقيتي نفسك؟ انت مثلا كنت بتقولي دخلت تربيه وانت مش مقتنعه او جات لك كده صدفه، فامتى حسيتي انك لقيتي نفسي انا هنا دي حتتي؟ وانا بتخرج في يوم عمري ما انساه. كنت قاعده مع كانت البست فريند بتاعتي في الكليه. هي اسمها سالي يعني. كنت قاعده انا وسالي في مره بنخطط هنعمل ايه بعد ما نتخرج، وقررنا ان احنا نعمل حاجه مع بعض. ايه هي؟ احنا ما كناش عارفين وقتها، بس كنت قلت لها وقتها ان انا هعمل مشروع وانت هتبقي معايا فيه في كل حاجه، وهي اكيد هتبقى من اول الناس اللي معايا في سلموتيف ان شاء الله وقت ما خلاص بقى نبدا بجد يعني. ف تقريبا وقتها بدأت كل الأفكار، وكنا كمان مقررين ان احنا هنكمل بعد التخرج ماجستير وحاجات تانية، يعني علشان كل واحد يتخصص في حاجة ويبقى مسؤول عن حاجة معينة في المشروع ده. من هنا أنا بدأت ان انا فعلا افكر في سلموتيف بقى حقيقي يعني. كنت شايفاه لأنه برضو احنا جينا بقى عنده مشكلة شوية، انه مش شايف نفسه هيعرف ينجح، مش شايف نفسه انا خايفه انا متوتره، فغصبا عنك الخوف والتوتر مش مصدقه انك هتعرفي تعملي حاجه، ما يبقاش عندك الرؤيه او الحلم انك شايفه انت رايحه فين. انت كنت شايفه ده في اللحظه دي من التخرج ولا برضو كانت الدنيا هو انا كنت اوريدي بادئه سلموتيف، بس فكره الموتيفيشن بس. ما كنتش لسه بدات بيرنتنج او ان انا استوعب الفكره دي. دي حاجه. تاني حاجه كمان انه انا فعلا كنت خايفه ابدا
بفكره الفيديوز. يعني انا مش عارفه يعني ايه هطلع بوشي واتكلم وانا ما بعرفش اتكلم يعني أصلاً بتخافوا زينا عادي. طبعا. بس الخوف اللي ما يمنعنيش ان انا اعمل حاجه. فوقتها قعدت كتير قوي اقنع نفسي ان انا هقف قدام الكاميرا واكلم نفسي. دي كانت فكره انا مش مستوعباها خالص، لان انا في البابليك سبيكينج وقتها ما كنتش اشطر حاجه خالص، يعني كنتش بعرف اقول كلمتين على بعض اصلا. بعدين بدات افتح الكاميرا واجرب، وكان اول فيديو ليا انا مسحته دلوقتي عشان كان بشع. خليه ده تفتكري عشان تشوفي هو التطور معايا، اللي حصل. هو معايا. بالعكس. بس لا، لما كنت بشوف الباك جراوند لون واللي انا لابساه لون واللي انا بقوله مش لايق على اللي بيحصل خالص. فكانت دي الستيبنج اوت اوف كومفورت زون بالنسبه لي، ان انا ابدا اطلع بوشي واقول واتكلم مع الناس وامثل بصوتي في بودكاست او ايا كان اللي كنت بعمله. يعني ده كله كان لا ما كنتش شايفاه وقتها، بس مع الوقت عملته يعني. ايه اكتر نقد وجعك من جيلنا احنا مم. كتمانينات او تسعينات ليكي انت كجنزي؟ لا مش حاسه ان انا اتوجعت بصراحه. اتوجعت دي كلمه كبيره قوي. لا يعني هو عموما يمكن عشان انا شخص بتقبل النقد فتمام. ممكن تكون كلمه علقت معايا شويه بس انا مش فاكره بصراحه منها حاجه، فده دليل على انها لا ما اثرتش فيا قوي. عادي، ما بقولك مش بقى ما عندكوش مشكله في النقد، ما تمام، بيهمكوش انا احسن. بس فلا يعني ما اظنش ان فيه. طيب زي ما قلت لك انا مثلا جيلنا احنا في الثلاثينات ابتديت اقرر انا عايزه ايه ونفسي في ايه وابتدي اعمله. فانت دلوقتي في العشرينات. أيوة. لما توصلي بقى لسننا في الثلاثينات والاربعينات شايفه نفسك فين بقى؟ والله ده سؤال كبير عليا، مع ان الفترة مش كبيرة، هم 5 سنين فهيعدوا هوا. بس انا شايفة ان انا في مكان انا حابة اكون فيه. اتمنى اكون مرتاحة ومبسوطة وقتها ان شاء الله. بس حاسة ان انا هكون فعلا كبرت سلموتيف وبدأنا ان احنا بقى خلاص، زي ما قلت لك اتعرفنا ودخلنا كل بيت ان شاء الله يعني، او على الاقل لسه في بداية الموضوع ده. لان الموضوع هياخد وقت. بس اكتر حاجه ناويه اركز عليها فعلا في خلال 5 سنين الجايه هي سلموتيف يعني. ان شاء الله توصلي اللي انت كل نفسك فيه. وهتعملي ايه مع الجيل اللي طالع بقى لما تكوني انت 30 40 وفي عشرينات؟ هتعملي معاهم ايه؟ هعلمهم وهيتعلموا مني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سلمى شكرا كنت معانا النهارده. شكرا. يعني بجد دايما في افكار مغلوط عن الجنزي، فانا مبسوطه انه ما يبقاش الافكار كله زي بعضه ونعمم. بالعكس ان حد زيك بادئ بدري وعارف هو عايز ايه، وحد مجتهد وعنده رؤيه، دي حاجه تسعدنا جدا يعني. ونتمنى فعلا يبقى دايما في حاجه تقرب بين الجيلين مع بعض. اكيد بجد شكرا ليكي قوي يا نهى، واكيد مش اخر مره هاجي هنا، والمره الجايه اجي بقى ويعني معايا ناس من سلموتيف بقى شغالين ويبقوا جنزي برضه. بالظبط. بس مش هتبقوا جنزي ساعتها، هتبقوا خلاص. هنبقى خلاص هيبقى الفا بقى يجوا معانا ان شاء الله. شكرا يا سلمى. شكرا ليكي قوي.